بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد على عالم مرام قدر. اليوم بإذن الله راح نشارك معاكم قلب اللوز، الوصفة اللي طلبتوها مني بكثرة. راح نشارك معاكم اليوم وصفة قلب اللوز اللبن محشي. كاين اللي مع او مؤيد قلب اللوز يجيب اللبن، وكاين اللي ضد انه قلب اللوز يجيب اللبن. وانا نقول لكم هذه اقدم وصفه عندي، اقدم وصفه وانجح وصفه، وهذه اول وصفه تاع قلب اللوز اللي تعلمتها، فقلت نشاركها معاكم اليوم. تجي ياسر بنينه ياسر خفيف صراحه، ما يتشبعش قد ما نشكر لكم الوصفه هذه وقليل. يلا نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نبدو بالشربات. في طاوة درت 300 جرام سكر، ضفت عليهم 600 مليلتر ماء. 300 جرام سكر، 600 مليلتر ماء، شريحتين ليمون. نحط ماء للنار كي يهز الغلية، نطفي النار ونضيف عليهم نص كيس تاع تاي ماء زهر اللي كنت عززت له النكهة بمغرفة صغيرة زهر بودر، كما تقدر ديري ليكستري تاع زهر. فوالا بعد ما نطفي النار نضيف هذيك المزهر ونجو هنا. جبت جيبي اسيت ولا ريسيبيون، درت 600 جرام سميد الميزان الخاص بقلب اللوز. اشري تاع الميزان، ما تشريش تاع الباكيات، الخاص بقلب اللوز. 600 جرام سميد، ضفت عليهم 400 جرام سكر حبيبات ونخلط جيدا. ضروري هنا في المرحلة هذه ضروري أن نخلطوا مليح مليح هذاك السكر مع السميد جيدا. بعد ضفت عليهم مغرفة فاني ورشة ملح. رشة الملح ما تستهينيش بها، ضروري نضيفوا رشة الملح ونخلطوا جيدا حتى تشوفي كل حبة سميد معها حبة سكر، يعني نخلطوا جيدا حتى تتجانس المقادير السميد والسكر والفاني. كما قلت كي تهزي السميد تاعك تشوفي كل حبة سميد حذاها حبة سكر. المرحلة هذه نضيف السوائل. حنضيف 100 جرام زيت أو 100 مليلتر زيت، 100 مليلتر اللبن، كما نعرفوا المليلتر هو نفسه الجرام، و100 مليلتر زهر أو ما زهر اللي كنت نكهته بمغرفة زهر بودر. تخلط جيدا بأصابع اليد حتى يتعسل الخليط. هنا الشربات كنت طفيت عليها وضفت لها هذيك نص كيس تاع ما زهر. كما قلت نخلط جيدا حتى تحسي انه الخليط تاعك فيه العسل. جبت صينية الفرن او الصينية اللي تدخل الفرن، القياس تاعها 35 على 25 سنتيمتر. دهنتها بالسمن جيدا. راح نفرغ فيها نص الخليط، نصف الكمية فقط. كما راكم تلاحظوا نص الخليط. عندي حبيبات لوز درتهم او شمختهم في شويه ماء، هذاك الماء راح ندير فيه ايدي ونبلاطي هذيك العجينه على كامل صينيه الفرن بالشكل هذا. وجبت الحشو اللي هو كاوكاو محمص ومرحي فرقيق، راح نوزعه على كامل هذيك العجينه بالشكل هذا. هنا الكميه راجعه ليك، تحبي تكثري ولا ديري غير شويه. درت عليهم الكاكاو بالشكل هذا على كامل هذاك الكاوكاو. كما تقدري تخلطي كاكاو مع الكاوكاو كما يديروا المحلات يخلطوا كاوكاو مع الكاكاو ويديروه كحشو. ودرت رشه فقط تاع قرفه، كما راكم تلاحظوا رشه فقط بين الاصابع قرفه. وراح نغطي هذاك الحشو بالخليط اللي بقى لي. راح نهز بالشكل هذا ونوزع على كامل هذاك الحشو. فوالا راح نغطيه بالطريقه هذه، نسويه غير باصابع اليد فقط هكا باش ما يتخلطش السميد مع الكاوكاو بالشكل هذا. ومن بعد نجيب ملعقه، بالظهر تاع الملعقه راح نليسي هذاك السطح او الوجه. راني نليسي فقط، ما رانيش نضغط، ليسي فقط هكا باش القلب اللوز بعد ما يطيب ما يجيكش معجن. وجبت الكوبات ورايحه نطراسي فقط. هنا راني غير نطراسي، ما رانيش نقسم، طراسي بالطول وبالعرض، يعني حدي الحبات تاعك بالشكل هذا. ومن بعد جبت هذوك حبيبات اللوز اللي كنت شمختهم في الماء وراح نزين بيهم بشكل هذا. تحبي تزيني باللوز بالكاوكاو باي مكسرات عندك
كيما تقدري، ما تزينيش خلاص. وندخلوا صينيه الفرن تاعنا او قلب اللوز تاعنا الفرن يطيب درجه حراره متوسطه. الفرن يكون يعني مسخن من قبل، نشعلوا له غير من التحت كي يطيب قلب اللوز من الاسفل فقط، يعني حماروا الجوانب. هنا راني قربت لكم الصوره باش تشوفوا. خرجتوا من الفرن، دهنتوا مليح بالسمن ونرجعوا للفرن، نشعلوا غير من الفوق فقط على نار قليله جدا، خليه يتحمر مليح مليح مليح، ضروري يتحمر جيدا. ومباشره نخرجوه من الفرن، نسقوه بالشربات ونخليكم تسمعوا. هنا تعمدت اني نخلي لكم الصوت تسمعوا هكا باش تعرفوا بلي قلب اللوز تاعنا ناجح. هذيك الشربات نضيفها على مرتين ولا ثلاثه. كل ما يتشرب قلب اللوز هذيك الكميه تاع الشربات نزيد نضيف له كميه ثانيه هكا حتى نكمل الكميه تاع الشربات اللي عندي كامل. كيما راكم تلاحظوا درت الكميه اللي عندي كامل. من بعد راح نغطي عليه ونخليه يبات ليله كامله، ضروري يبات ليله كامله. اليوم الموالي هنا راني جيت نقسم فيه قدامكم. شوفوا لي هذيك الخفه يجي خفيف مهوي معسل، صراحه ما يتشبعش. أنا من الأحسن قصوه هكا بقروطوار خير من أنكم تقصوه بالموس. وشوفوا لي النتيجة، صراحة من أروع الوصفات اللي جربتهم. الوصفة هذه معتمدتها منذ سنوات، كل أول رمضان نبدأ بهذا الوصفة ومن بعد ندير الوصفات الأخرين. يجي خفيف ما يتشبعش. شوفوا لي هذاك الحشو في الوسط، صراحة يجي ياسر بنين. قد ما نشكر لكم الوصفة هذه ما تتشبعش. فقط السميد، اشري السميد الخاص بقلب اللوز تاع الميزان، ما تشريش تاع الباكيات. الحشو تحبي ديري كاوكاو وكاكاو كما درت انا، تحبي ديري لوز، تحبي ديري جوز ولوز، تحبي ما ديريش خلاص الحشو ما ديريش ومحشي ويجيكي ياسر بنين. من انجح الوصفات اللي معتمدتها. كنت شاركت معكم عده وصفات وهذه اقدم وانجح وصفه عندي. فقط تبعي الفيديو من الاول للاخير، راح تنجح معك الوصفه وتولي هي الوصفة المعتمدة عندك. إذا كنت مبتدئة أو عروسة جديدة أو ما ينجحش معك قلب اللوز، تبعي فقط الوصفة. المقادير كما عطيتهم لك، راح تولي الوصفة المعتمدة عندك وينجح معك قلب اللوز تاعك من أول تجربة. وصلت معك من نهاية الفيديو، إلى اللقاء.